والعفاريت. Boom boom crack the sounds with Gem Mix, this is it. A dash of laughs, a sprinkle of spice. Gem Mix, it's oh so nice. مستمعين جيم ميكس، اهلا بيكم، عاملين ايه؟ ومعانا النهارده استاذه فراولايه. ازيك يا فراولايه يا جنواي يا ميلينيال يا عسل؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا بطيخة السنين. بطيخة جين زد بتاعتنا حبيبتنا. ايوه ممثلة جين زد. ايوه اهلا بيكي. اهلا واهلا بيه. اهلا انا بيكي كمان برضه. جنواي اهلا بيا برضه. لازم احبب نفسي في نفسي. طيب قولي لنا بقى يا جين زد، جايبه لنا ايه موضوع النهارده نتكلم فيه؟ جايبه لنا النهارده موضوع جميل قوي. يا خوفي منك يا خوفي منك. مفيش اي ماشي ولا اقول لك خافي. يلا. حاسه توني هيبدا يختلف وده يلا، لما بسم الله. بخاف ما اعرفش يلا ارحميني. لا ربنا يستر. ان شاء الله. ايه بقى، كنت قاعده انا واصدقائي من الجنزي بنتكلم في موضوع الاشباح والعفاريت. اشباح وعفاريت مع بعض الاثنين توجيزر. طيب وقلتوا ايه بقى؟ كنا بنقول ان يا جماعه ده مش موجود، عشان دي كل الحاجات دي ليها تفسيرات علميه. اوكي. هو بس الواحد ممكن يكون بيخاف شويه، بيستسهل شويه، فبيسند الموضوع لان الاشباح والعفاريت والقصص دي كلها. انتوا ايه بقى عندكم في جين واي؟ كنتوا ماشيينها ازاي يعني؟ انا كممثله جين واي وانا صغيره كنت بخاف، ولو عندي حاجه ضلمه اخدها سبرنت علشان الحق استخبى من اللي بيجروا ورايا، اللي انا مش شايفاهم مش سامعاهم مش حاساهم، بس شعورا ان في حد هيجري ورايا، في حاجه هيجيبني من قفايا، هيجيبني من قفايا. فما انكرش ان احنا كجن مش بقى واي بس، حتى زد سوري اكس اللي قبلينا دول كانوا يعني بيسندوا حاجات كتيرة جدا للأشباح والعفاريت والجن والكلام ده. أنا مش بصدق قوي في حوار الأشباح والعفاريت. ما يعني زي ما انتي كده قلتي في البداية، أنا أي حاجة بسندها يعني، حتى لو جالي إحساس كده إن أنا خايفة، إيه الهوا ده، مين فتح، إيه اللي فتح الباب، إيه اللي قفل الباب. عندي قطط ممكن فجأة تلاقيهم متنحين في زاوية، كلهم في نفس الزاوية، فلا ده في حاجه. ده القطط ده في حاجه ان شاء الله يشقلبوا دول. لا وديولهم بتبقى ليله سودا. انا عندي كذا قطه، فلما يبقوا كلهم باصين في نفس الاتجاه في نفس الزاويه، انا بروح بقى ايه، لا ان شاء الله دبانه بقى يعني. فانا في حاجه انا مش شايفاها. انا برجع الحاجات اغلبها لوجود يعني حاجه سبب منطقي، يعني بخاف الاول بس عشان احمس نفسي واحس نفسي ان لا اقعد بقى ده تلاقي هوا زق الباب، ده تلاقيهم يبصوا على حاجه انا مش شايفاها، دبانه ولا هموشه ولا اي بقى بتنجان، عشان احاول اعدي مرحله الخوف واعيش الحياه الطبيعيه. ايوه، عشان الواحد ما يجرالوش حاجه. طيب وانتي بقى؟ وانتي؟ انا لا يعني بصراحه مش يعني طبعا بتخض اكيد، يعني مش هقدر اقول ان انا بخاف، بس ممكن اكون لو حصل حاجه لا بتخض اكيد. أوكي. بس بعد كده اللي هو تمام بنشوف بقى يعني، بقوم ادور على الباب، بقوم ادور على ايه اللي حصل. طب ما زي يعني بتحاولي تلاقي لها سبب منطقي بالظبط. صح. بس مش مؤمنه ان ده حاجه. طب عمرك دورتي على حاجه وما لقيتلهاش سبب منطقي؟ اكيد. زي ايه؟ اكيد. اعذروا فيك. يا رب ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم بقى، عليهم كتير. ايه يعني مثلا كان في واحده صاحبتي بتحكي لي انه كانت بتقعد تسمع اصوات معينه بعد ما تعدي من حته معينه جنب بيتهم في بلد ما. اوكي. ويعني الموضوع طلع منتشر في البلد وبتاع، ونفس يعني الناس كلها بتعاني من نفس الحته. هو البيت مهجور، حاجه شبه كان نفسي نبقى صوت وصوره عشان الناس تشوف وشي. مش احمر، انا هعرق كمان شويه اكيد. اصل الناس كلها يبقى ده بيحصل يعني، مش تهيؤات ومالهاش سبب منطقي. حاولوا مفيش بتاع، قالوا ان كان في ناس ماتت هنا والحاجات دي بقى، ومحدش حاول بقى يعمل حاجه يعني، تمام. هم متعايشين انه تمام. بس مفيش حاجه حصلت بره سور البيت.
تمام. يعني اللي هو ما حدش هيعدي من هنا، ما حدش هيعمل حاجات من هنا. انا برضو اسمع انه في منطقه في الهرم برضو الدنيا كده، وحوار بقى لعنه الفراعنه والكلام ده، بس انا مش ما روحتش وما شفتش ومش عايزه اعرف. اوكي. انا تمام. لا ده كده حلو زي الفل. طيب هل انتي كنتي في قصص مثلا الناس الكبار الجدود كده عندك بيقولوا لي قصص مثلا عاشوها او سمعوها زمان ليها علاقه بالعفاريت وكده؟ ده جدتي هريانه، ده بتقعد تجمعنا كلنا كده. أيوة. ونقول بقى للصبح. قولي لنا قصه قصيره مخيفه. مش صحيح بس قصيره عشان مش قادرين. حاضر. لا ما اتفضلي. مفيش حاجه حوالينا هنا خالص. ماشي. كان في قصه مره ممكن انه جدتي كانت هي ساكنه في الدور اللي فوقيهم. اوكي. في نفس البيت يعني، في نفس العماره. فكانت دايما كست كبيره، فمحتاجه ان الناس يقعدوا معاها يعني وكده. فبعدين كان دايما وهم طالعين بيحسوا ان في حاجات وراهم. مش عارفه مين طالع، يسمعوا اصوات حاجات بقى من هذا القبيل الجميل. يعني انا جمعت قصص كتير في قصه في حته واحده عشان تبقى قصيره مخيفه، بس انا ما خفتش الحقيقه يعني، ما قدرتيش تخوفيني يا جن زد يا بطيخه انت، بس الحمد لله ده شيء كويس. طب انت كنت بتخافي من قصه الدبدوب؟ ايه قصه الدبدوب كده؟ ما تهزريش. طب ماشي. ايه قصه الدبدوب؟ لا قصه الدبدوب اللي هي الدبدوب اللي كان بيراقب البيت. كان في واحده ست عندها دبدوب كبير. وبعدين هي كانت متجوزه، وبعدين جوزها يرجع يلاقي الدنيا مترتبه وجميله وحلوه. هو فاكر ان هي اللي بترتب البيت، وهي فاكره ان هو اللي بيرتب البيت. اوكي. لحد ما في مره راحت قايله له: هو انت ليه بترتب؟ انت بتيجي امتى ترتب البيت كل يوم؟ قال لها: على فكره ده مش انا، هو مش انتي. يا نهار ابيض. قالت له: يعني ايه؟ لا ما اعرفش. وهو كراجل سكت وما حاولش يشغل دماغه بالحاجات دي. امتى الرجاله بتشغل ما علينا خلينا في توفيك. أيوة ده توفيك تاني. صح. ما علينا. المهم فهي الست يعني فضولها استصار جدا. لا ماليش دعوه، لازم اعرف. رجعت من الشغل بدري، تفتح باب الشقه بتتسحب، ودخلت المطبخ لقيت الدبدوب الكبير واقف يقلي بطاطس. راح لما شافها فجأة رمى حاجة رمى طاسة الزيت في وشها. بس بقى فدي كانت قصة مأثرة فيا حقيقة. لا ما يعني انا بالنسبه لي لو الدبدوب ده شيء مخيف انا هصاحبه واخليه هيرتب البيت، هيطبخ، هيعمل لي بيت، ده زي الفل. طب احنا كنا بنخاف منها ليه؟ ليه؟ دي جميله. دي حلوه. تصدق ما فكرتش فيها من هذا المنطق. لا ده يا ريت. هي قصه عملت لي تروما. انا محتاجه شبح يمسك اي حاجه ويظبط لي. ده طيب قوي على فكره، ده شقيان. فكرني بمسرحيه عفروتو لما طلع مثلا. اي مثلا صحة يا عفروتو، عارفه لو ده كان بياكل الاجهزه او ده كان مخرب. ايوه واو، شفتي لما وداه خرم الاوزون على الاوزون على طول. ها يا عم واو، هات اللي واخداها كده، اوعى تجيب اللي واخداها هبولة عشان ما تعملش. بقول لك هبولة، ابعد يا بابا. صحة يا عفروتو. كانت مسرحيه تحفه. ايوه صحيح. لا انا بحبها جدا على فكره، وحسن حسني الله يرحمه فيها كان رائع. تحفه. كان رائع. المشهد لما كان عامل ست في الاول. يا خرابي. شوف بقى نتيجه الاستعجال لما طلع له تفاحه خضراء. مش كنت استنيت. لا رهيب. الله يرحمه. هو عامه كان كوميدي خرافي. والله. طيب ما تفكري لي في سؤال كده. افكر لك في سؤال كده. طب يعني ايه القصص؟ طب هقول لك، انت ما كنتيش في قصص معينه بتخوفك؟ قصص معينه بتخوفني لا، بس في قصص معينه حصلت لي شخصيا مثلا واستوقفتني. بس ملهاش علاقه قوي يعني ما اعرفش تتفسر جن، تتفسر مش عارفه يعني طب شعبي ما اعرفش يعني مش عارفه تتصرف ازاي. ما هو رأيات. ايوه. انا كان عندي زي حبوب كده طلعالي، بس هما كانوا بيسموها زي زوائد جلديه كده. وكانت في وشي وما كانتش بتروح، واروح لدكاتره واللي يعمل لي كي واللي يديني مس واحطه وبتاع، وما كانش في اي حاجه
يعني يروحوا يتحرقوا كده يتلسعوا وبعدين يطلعوا يرجعوا تاني. تاني. بواخدهم ان هما كانوا في وشي فكانوا باينين. فالمهم فضلنا نجربنا كذا حاجة وبتاع، وحتى قالوا لو اتعملت جراحة مش هتبقى نافعة وهتبقى معلمة وحاجات كده. وفي الاخر مامتي سمعت ان في حد ممكن يعني بيقرا حاجات عليهم، يعني كده قاعده مع ناس صحابه فقالوا لها ده في فلان بيقرا حاجات عليها وكده، بس انتي تروحي له الاول وهو يقولك تعملي. فطبعا ان الكلام ده بالنسبه لنا هاسل جدا، احنا ناس متعلمه ومثقفه وما بنصدقش قوي في الكلام ده يعني. اوكي. بس عارفه لما يعني سبحان الله لما تحسي ان الدنيا مقفله في كل حاجه، فماما قالت طب ايه ما نجرب يعني، انا عبط بعبط بقى يعني نجرب ونشوف. ما احنا عاملين نجرب الطب وما نفعش. اوكي. فوالله حقيقي ده حصل. رحنا ليه وهو طلع راجل كفيف مش بيشوف، وراح قايل لمامتي اسمها ايه، اسم باباها، اسمك، وقعد يحسب حاجات كده مع نفسه. بيسأل ولا بيقول؟ بيسأل. اوكي. بيسألنا على بياناتنا. ولما عرفها وكده قعد عمل حسابات، وبعدين قال تجيلي اليوم الفلاني في الشهر الساعة كذا. تمام. ومعاها مش عايزه اي نوع من انواع التريقه، بطيخه عشان هي بطيخه معاها بتنجانه بقى. معانا بتنجانه ده بجد ما بهزرش. اوكي. ومعاها بتنجانه وتجيلنا. المهم ايه طبعا من ضرب الدور ان احنا بنلعب. فخدنا البتنجانه ورحنا يلا بينا فيلم عادل قال عليه. فقعد، انا كنت صغيره ساعتها جدا، فهو ماسك راسي حاطط ايده على راسي وبيقول حاجات ببقه انا مش سامعاها يعني، مش ما فسرتش ولا كلمه، ما اعرفش اقولك كان بيقول مثلا ده قرآن. تمام. لا ده حاجات تانية ما اقدرش اجزم بكان بيقول ايه. اوكي. على واحده معاه زي اللي هم حب كده حاجه زي الشعير، وبيقرا حاجه على كل واحده ويروح دافسها في البتنجان. وبعدين في الاخر قال لي خدي البتنجانه دي شيليها في حته ما فيهاش الشمس. يوم ما البتنجانه دي تدبل يوم ما هيروح. اوكي. تمام. فات كام يوم وماما طبعا يعني احنا روحنا، بس احنا برضو مش مقتنعين، فشغالين مس برضو الحاجات الادويه بتاعت الدكاتره وبتاع. فجينا قبلها بيوم انا مش ناسي، كبروا جدا، كبروا نفخوا جدا. وبقت ماما اللي هو هتعيط، وهي انا عملت في بنتي ايه، عارفه اللي هو هي وش البنيه حبور كده. بس فقعدت كده شويه وبعدين لا يعني درجه اتوترت وقعدت تزعق واللي هو هتعمل ايه يعني، كان حدث. انا نمت صحيت تاني يوم ما لقيتش ولا واحده. طب والبتنجان؟ جرينا عليها نشوفها لانها دبلت. اوكي. فحقيقي يوم ما دبلت، يوم ما كلهم راحوا، انا فاكره عددهم كانوا 7 والله العظيم مصدقاكي، بس في حاجه كلهم راحوا يعني بصي في وشي اهو ده مكانهم، شايفه حاجه؟ لا. طب كان في هنا 7. اوكي. ولا واحده ولا ليهم اثر ولا طلعوا لي تاني من ساعتها. كفايه كده الحلقه. مش انا عارفه، شايفه ان كفايه كفايه على المستمعين بس عشان يقولوا علينا حاجات مش ظريفه. طيب تعالي بقى نسيب القصه دي ونخش على قصص الافلام مثلا. يلا بينا. في فيلم معين ايه بقى كان بيخوف؟ اكتر فيلم معين خوفني طبعا وانا صغيره برضو الانس والجن، بس لما كبرت بقى ضحك، لان وشه لما كان بيقلب الوان عادل امام ويسرا. اوكي تمام. كان لما وشه بيقلب الوان كنت اقول يا خبر ابيض لما كبرت بقى ده فلاتر. عادي بنعملها وبنعمل كلب وقطه كل الحاجات دلوقتي. ده فلاتر دي كانت فلاتر، بس التكنولوجيا مش موجوده. فالعربي الحقيقه ما فيش فيلم عربي لحد دلوقتي ده اقول لك ان هو خوفني لدرجه انه خوفني. يعني كان في فيلم يوم 13 ده برضو كان قريب، يعتبر من افلام الرعب. اوكي. بصي هو كان كولكشن جميل من افلام الانجليش، من لقطات افلام معمول بنظافه لطيف ظريف، بس برضو مش لدرجه انه يخوفني. يعني تحسي عندك اكسبيرينس ناحيه المشاهد دي، شايفه شبهها قبل كده. فما فيش اكتر فيلم على مع ان انا حد حريف افلام رعب يعني، اكتر فيلم رعبني اللي هو نايمه مغطيه وشي وحاجات كده، ذا رينج. فيلم ذا رينج انا اتحكى لي عليه ما شفتوش. لا فيلم ذا رينج بارت 1 ورحته سينما ايامها، وبرضه ما كنتش كبيره، يمكن كنت في الجامعه في حاجه كده.
تمام. يعني لا صغيره قوي ولا كبيره. بس لا 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 انا الاكتر حاجه خوفتني فيه انه كان جديد ككونسبت عن كل افلام الرعب اللي شفتها. يعني لا هو رعب مقرف ولا هو رعب اللي هو المعتاد اللي هو واحد طالع يجري ورا ناس يقتلهم وبتاع، مش كده. اكتر في واحد على الاقل نعرف نمسكه. يا ريت. ما عشان كده ده رعبني لانه كان يعني يفوق كل تخيلاتي او توقعاتي وانا بتفرج. ماشي. فمثلا ما بنساش من المشاهد اللي كانت مخوفاني جدا لما كانت بتتفرج على فيديو عشان تشوف حاجة قديمة بتجمع معلومات، ولقيت وقفت عملت بوز ولقيت دبانة بتتحرك. دبانة بتتحرك، فهي راحت مادة ايديها في السكرين مسكت الدبانة. كل ده بالنسبة لي طبعا مخي مش مستوعبه، فوانا بشوف في السينما رعبني. وهي بقى بتشيل لحظة ما بتشيل الدبانة لحظة ما مناخيرها بتروح منقطة دم. عايزة تاني ولا كفاية؟ لا ولا كفاية. لا والنبي خلاص. ده على فكرة ده من المشاهد البسيطة في الفيلم. والنبي احنا طلعنا بنخاف يعني ولا ايه؟ فكرة لما ابنها شاف مثلا الفيديو بقت ماما يعني منهارة وخايفة عليه لأنه المفروض بقى 7 days 7 أيام من بعد ما هي شافت الفيديو ده. بتبدأ بقى تحصل لها حاجات بسيكونس معين لحد لما الحد بيتوفى في الآخر. فأي حد بيشوف الفيديو ده بيحصل له نفس الحاجات في 7 أيام. اوكي. فابنها كان شاف الفيلم قبلها. اوكي. فهي كانت عمالة تجري. ده اللي أنا فاكراه متهيألي كان قبلها. فده كانت من الافلام كان اكتر حاجه مخوفاني فيها. بقولك انه خارج المنطق، خارج حدود المنطق او الرعب اللي حياتي شافته قبل كده. كانت نقله يعني. انا خفت. وفيلم دي اذرز على انا فكره خفت. لا مش عارفه ده بس بتاع نيكول كيدمان لما طلعوا هما اللي ميتين في الاخر. ده قعدنا طول الفيلم معاهم ان هما قاعدين عايشين في بيت وفي اشباح بتزعجهم. اخر مشهد في الفيلم تكتشف العكس، ان هم دول الاشباح. والناس هي اللي متضايقه منهم وبتحاول تجيب ناس تحضرهم عشان تصرفوا. فهم طلعوا هم اللي اشباح. ده في اخر لقطتين كده 3 في الفيلم. يا حلاوتي. بعد ما تبقي اتفزعتي طول الفيلم. يا عيني هاني كول. بس بنت الذين كانت ممثلاها هي الصراحه، مش محتاجه رأي يعني. بموت فيها. طب قولي لي انتي بقى. انا لا يعني ما حاولتش الصراحه. كان في برضو الفترة اللي كنت بتفرج فيها على أفلام رعب وكده، كانت الأفلام دي خلاص ادمت شوية فاتحكى لي عليها وخلاص. بس من فترة كنت رحت عارفة الاسكيب رومز والحاجات دي. بس بقى كان الثيم بتاعها ذا رينج. اوكي. بس انا فرحانه قوي انك ما خدتنيش معاكي. ده انا رحت غصب والله. انا في اللحظات دي انبسطت ان انا كبيره وجين واي. انا رحت غصب. لا عادي بيروحوا كل الجنات. لا ما انا بروح بس مش هروح ذا رينج. يعني ايه هم كانوا مش فاكره الاسم بس يعني مش ما علينا، مش مهم قوي ان انا اقوله. هم كانوا فكره يعني انت في رولز الاول وبتحاولي تحلي حاجات وكده، واحنا يعني ما شاء الله كنا شله الاي كيو بتاعنا تحت الصفر. فاحنا مش عارفين نحل حاجه والوقت ما بيخلصش، وانت كل 10 دقايق يبقى يعني واد كده لابس جلابيه مقطعه وملبسينه باروكه مش شايف قدامه وكل شويه يطلع لنا يقف يلزق فينا وهو يسيب الدنيا كلها اللي هم داخلين ويجي يقف جنبي. يا حبيبي يا ابني مش كده. هم يجروا وطين برضه يعني اغباء وطين الاثنين. الصحاب دول جمال قوي. يلا علينا. بس كان ذا رينج وكان انابل. بس انا اتفرجت على انابل وعلى كان في ميجن تقريبا، ده برضه المفروض ان هو رعب بس انا ما خفتش منهم الصراحه. يعني حاسه اتس جاست يعني هي حاجه من اختراع البني ادم بس it went out of control. فدي عادي يعني حاجه تخوف طبعا بس ما تخوفش الرعب اللي هو اللي مبقاش عارفه. انا اعرف ناس على فكره اتعقدوا من الافلام دي ان هم يبقى عندهم عرايس وكده، يعني ما بيحبوش بقى يجيبوا عرايس ولا يتعاملوا مع عرايس. بس افلام العرايس دي بجد ما كانتش صعبه يعني للدرجه دي. بس في بقى افلام اللي هي يقول لك based on a true story. استني كان في واحد The Exorcism of Emily Rose مثلا ولا هانا روز. مش هي ايميلي دي اللي كانت قاعده عامله كده في اخر الفيلم اللي قعدت ساعه افتكر اسم الفيلم غالبا. ايوه والنبي مش متذكره. دي خرافيه. وكان عندنا واحده قريبتنا كده الله يمسيها بالخير مطرح ما هي قاعده تلمنا حواليها وتقفل انوار الشقه كلها. وتشغل التلفزيون على اخره. وكل 10 دقائق كده بعد ما الواحد يبقى يعني خد نفسه شم نفسه ويحصل حاجه في الفيلم تقوم هي مايله عليك كده تقول لك ايه على فكره دي ترو ستوري. طب ليه ليه بجد ليه يعني؟ لا مش عارفه
بس كان في فيلم اخير بقى احب انوه عليه. يعني نفسي اعرف هو بجد حد خاف منه ولا لا، لان انا كنت بترعب منه زمان، بس لما كبرت وشفته بقيت اضحك. بس ايه كامب ده فيلم مصري، ده فيلم مصري بطولة مش فاكره مين، مش مهم. يعني في واحده فيهم كانت ممثله اسمها ياسمين مش عارفه ايه، كان ناس يعني هم ما مثلوش قوي بعد كده. وكان معاهم لطفي لبيب بس هو اللي معروف يا عيني. اوكي. راحوا اجروا مكان ما، وواحد مش عارفه ده سايكو ولا ايه حكايته، اللي هو ماشي يقتلهم كلهم، في الاخر اكتشفوا شالوا يعني سبحان الله ما حدش فكر يشيل الماسك. يا بيه يا كابتن، طب اي حاجه يعني زي المغني اللي بماسك ده توليت مثلا من الفيلم ما حدش بس هم عامه اعلنوا عنه تقريبا، بيقولوا ان هو مهاب مش عارفه حاجه، بس يعني تمام حصل خير، راجل محترم يعني، فتمام تمام. انا رايك فيا كده عشان انا خفت فعلا. قولي لي، ولا انت عايزه تقولي حاجه تانية؟ لا انا مكتفيه الحمد لله. هي الحلقه كلها ما كانت قلقاني من بدايتها. يا ماما بس بمناسبه انت تخافي يعني الافكت اللي يرعبك اكتر صوت ولا فيجوالز؟ لا الاصوات، وبحس ان انا لو اتفرجت على فيلم من غير صوت، يعني عملت ميوت واتفرجت عليه ممكن اقعد اضحك. تصدقي صح. لكن لو شغلت الميوزك بتاعته او الساوند يعني هحس انه لا، يعني صوت الساعه صوت، يعني بحس ان الاصوات بتخوفني اكتر وبتخليني كده اخش في المود والسسبنس اكتر من المشهد نفسه. عشان كده تصدقي في فيلم المفروض هو يصنف رعب، بس انا بصراحه هو ذا كوايت بليس. شفت الجزئين او بالتالي انا دخلت شفته الثالث، المفروض ان هو نزل في السينما. لا ينزل بقى، انا الثاني بالنسبه لي كان ممل يعني. اول واحد كان احلى واحد لحد دلوقتي. دي حقيقه، انا شفت الثاني قبل الاولاني في السينما. فلا انا عجبني الاولاني وهي نازله، لما راحت نازله على المسمار، ولما راحت رجليها راشقه في المسمار، وازاي بتمسك انها ما تصوتش. لا والولاده يعني برضه وليه يعني تحسي ليه يا ولاد ما تصوت وتاكل ما تصوتي عادي ونشوف بقى الدنيا التانية فيها ايه وخلاص. ما اموت واعرف لحد النهارده برضه هي ازاي ولدت من غير ما تصوت. ايوه يعني ولا هي نزلت تحت باين صوتت تحت. مش فاكره قوي على فكره، وبقى صعبان عليا الولد وهم حاطينه في البوكس وكده. سؤال بقى من المعاميق، اتفضلي. لو جالك فرصة ان انتي يطلع لك حد يعني عفريت شبح عفريت وات ايفر، يعني حاجة من الحاجات اللي احنا ملناش دعوة بيها دي، ماشي نفسك يكون مين وليه يعني، وليه اخترتي الاختيار ده؟ طيب بما ان الدنيا مش ألذ حاجة اليومين دول، الاجواء العامة والاخبار والدنيا والعيشة واللي عايشينها زي ما هو كلنا عايشين الحمد لله. فانا احب يطلع لي ماجد الكدواني زي كده في فيلم طير انت. انا عايزه عفريت كده ابن حلال، لا لي في الطور ولا في الطحين. نبدا كده يهلس معايا، يحطني في شخصيات انجوي شويه وارجع له تاني. العصاري شايل عصاري وخالتي اللاتيه. فكرتيني بخالتي. لا بيقول له انت عفريت رخيص جايب لي قرطاس من نمرتي ب 2 جنيه جاي تبهرني بيه. اقول له ايه، انا عايزه الشخص الهلاس الحلو ده. يا جد انت صدقت ولا ايه؟ انا كنت بضحك معاك. وانتي بقى بطيخ؟ طب مبدئيا يعني عامه عايز ده صفه من الصفات، فممكن اقول لي اخترته، بس انا مش حابه حد معين، يعني حابه حد انه يكون حد مستمع جيد، ناصح جيد، عشان ايه فريند من الاخر. فيعني طب ما يحل محله دلوقتي تشات جي بي تي. ايوه بس شات جي بي تي دلوقتي محتاج زي العفريت يا بنتي. شات جي بي تي محتاج فلوس وانا معيش. عايزين عفريت ببلاش. العفريت هيجي ببلاش. لو سمحت تشات جي بي تي عايزينك عفريت ببلاش، يعني اتصرف بقى. الفويس ليميت بيخلص بسرعه، هنقعد يعني نظبطك بقى في ايميلات، يكون شويه غيري ايميل وخشي بقى خدي بقى يعني بتاع جديد. طب تمام. لا فكره حلوه برضه. فكره لذيذه ماشي، عجبتني نعمل كده. خلاص ماشي، دي فكره كويسه. وانتوا بقى يا جماعه قولوا لنا مين نفسكم يطلع لكم واخترتوه بناء على ايه، ويا رب تكونوا اتبسطتوا، واستنونا في الحلقة الجديدة في موضوع جديد، وإن شاء الله مش مخيف. باي باي يا فراولاي.
باي باي يا بطيخة. Boom boom crack the sounds with Gem Mix, Gem Mix, this is it. A dash of laughs, a sprinkle of spice. Gem Mix, it's oh so nice.